بشوي دفع عمره عشان دافع عن شرف اخته. من يومين في منطقة اللبيني في الهرم شاب اسمه بشوي اتقتل وسط الشارع كله بدم بارد بسلاح ابيض كأنه فرخة عشان بس دافع عن شرف اخته. من يومين بشوي واخته كانوا نازلين يجيبوا هدوم العيد في منطقة الهرم، وهم ماشيين شوية عيال من الصيع اللي بيقفوا على أول الشارع دول وبيبقوا عاوجين بقهم وشايلين سلاح أبيض في جيبهم عشان لو حد كتر معاهم في الكلام، وغالبا بيبقوا شاربين حاجة. ما فرقش معاهم إنه أخته ماشية مع راجل وبدأوا يعكسوها ويتطاولوا عليها بألفاظ ويتحرشوا بيها لفظيا، قانونا اسمها تحرش لفظي. وعشان بشوي راجل وعنده نخوة قال لها بعيدي انتي وأنا هتصرف، ودافع عن اخته. وراح يكلم الشباب دول وقال لهم ليه كده؟ طب انتوا بتعكسوها، طب دي ماشيه معايا. وكان بيتكلم بالراحه وبهدوء معاهم. عيل من العيال دول بدأ يكتر معاه في الكلام، وبدل ما يستخبى ولا يتدارى عشان عامل حاجة عيب وبيعاكس بنات الناس ومش همه حتى ان هم ماشيين مع رجالة، لا بدأ يبجح ويعلي صوته، والكلمتين بقوا خناقة كبيرة. مش يسكت بقى على كده، لا ازاي، راح طلع سلاح ابيض من جيبه وضرب بشوي في قلبه، وبشوي وقع طب ساكت مات. اخته في الوقت ده بدأت تجري تروح تندى اخوهم التاني عشان تلحق اخوها اللي بيتضرب وبيموت قدام عينها، بس هي ما كانتش عارفة تتصرف ولا تعمل ايه. وتحول في لحظة من واحد مجني عليه لمقتول. اهل الولد اللي قتل بشوي هربوه، وعرفت من مصادر مقربة جدا ومصادر موثوق منها ومن اكتر من مصدر ان هم بيحاولوا يطلعوه من القضية دي باي طريقة، عن طريق ان هم بيقولوا انه تحت السن القانوني، يعني يثبتوا ان هو 17 سنة، مع ان الولد ده اكبر من كده بكتير ومعدي السن القانوني بسنتين 3 كمان. وكلنا عارفين طبعا ألاعيب بعض المحاميين اللي ما عندهمش ضمير بيستغلوا القانون ده عشان خاطر ياخدوا حكم مخفف للجاني، يعني يدخلوا 2 3 الاصلاحيه كده ويطلع مره تانية يمارس بلطجته علينا تاني في المجتمع. يعني بدل ما يقتلوا واحد يبقوا 3 4، بدل ما يتحرش بواحده لفظيا يغتصب 2 3. البجح ما كفهوش ان هو بيعاكس بنت ماشيه في الشارع، وما كفهوش انه ما عملش اعتبار لاخوها. لا، ازاي كمان اخوها يعترض؟ ازاي يتضايق ان اخته شرفه حد يكلمها ولا يمسها بكلمه؟ انت كمان هتتكلم؟ لا، هتتكلم يبقى تموت. متهيألي ان احنا اتكلمنا في موضوع السن ده كتير قوي الفتره اللي فاتت، وقلنا يا جماعه ان 17 و16 و15 ما بقوش عيال، بقوا شباب وناضجين. عايز تتاكد من كلامي؟ ارجع كده يومين لورا هتلاقي في حادثه لطفلين، واحد 12 سنه وواحد 13 سنه تناوبوا على اغتصاب طفله 10 سنين وقتلوها، يعني خططوا واغتصبوا وقتلوها كمان عشان يداروا على جريمتهم. طب بذمتك دول اطفال؟ انا بتكلم على 12 و13 مش 15 و16 و17 كمان. بشوي كان فرحه بعد العيد كمان اسبوع، فرح اتقلب عزا والعيد بقى ميتة. من يوم الحادثه وانا بيتبعت لي في الشات كتير جدا وبيتمنشن لي على البوستس بتاعتهم، ناس كتير قالوا لي ما تتكلميش في الموضوع ده علشان كده هيتفهم انه فتنه طائفيه او انت هتثيري الفتنه الطائفيه، بس في الحقيقه ان الموضوع ملوش اي علاقه خالص بالفتنه الطائفيه ولا الدينين مختلفين. الموضوع له علاقه بانه في شاب اتقتل عشان عنده نخوه، ودي مصيبه. ما هي دي الحاجه اللي باقيه لنا، لو النخوه بتاعتنا راحت تبقى كارثه. يعني انا كبنت دلوقتي في ايه اكتر من ان انا اخاف امشي مع اخويا او جوزي او ابويا عشان لو حد عاكسني وحد منهم اتكلم هفقده، هيتقتل. طب في ايه اكتر من كده؟ الفتنه بتيجي لما احس ان انا مش عارف اخد حقي، احس ان انا غلبان ماليش ظهر، صوتي مكتوم مش مسموع، ماليش حق. الفتنه بتيجي لما احس ان انا محترم واللي قدامي بلطجي قادر ياخد حقه بايده. الفتنه بتيجي لما احس ان انا غلبان ومكسور الجناح واللي قدامي معاه سلطه ونفوذ يقدر ياخد حقه بيهم. الفتنه بتيجي لما احس ان انا فقير واللي قدامي معاه فلوس يقدر بيها يشتري الحق ويقلب الحق باطل. الحقيقه ان كل اللي بعتولي ومنشنولي على الحكايه دي ما كانوش مسيحيين ولا من اهل بشوي، كلهم مسلمين وبيشهدوا باخلاق وتربيه بشوي واخوه مينا، والعكس بيشهدوا على قله تربيه وقله اخلاق الولد التاني اللي قتله. احنا دورنا دلوقتي ان الموضوع يبقى قضيه راي عام علشان الولد ده ما يفلتش بجريمته ويتحاسب على انه اقل من السن القانوني، ويطلع بعد كام سنه يا عالم يا عالم القتيل اللي على ايده هيبقى ابني ولا ابني. من حق اهله يدافعوا عنه، ومن حق اهله يحاولوا ان هم يطمسوا الحقيقه، من حق اهله يبعتوا تهديدات لكل الناس اللي شهدت على الواقعه او هيروحوا يشهدوا، والكلام ده انا متاكده منه، ومن حقهم يطلعوا ابنهم براءه. بس كان من باب اولى
كنتوا عرفوه ان ما ينفعش ان احنا نعاكس بنات الناس ولا نتحرش بيهم ولا نقول لهم لفظ خارج. كنتوا قولوا له ان ما ينفعش لما تعمل حاجه غلط تبجح وتعلي صوتك، وكمان اللي مش عاجبك تقتله عشان اعترض. كنتوا من باب اولى تشوفوا ابنكم بينزل شايل سلاح ابيض ليه وجايبه منين، مش بدينكم. بس معلش، في حق لازم يتاخد، عشان دي مش مجرد قضيه قتل، دي قضيه شرف، قضيه شرف، قضيه نخوه. بعد اذنكم الحاجه الوحيده اللي باقيه لنا هي النخوه، ما تسلبوهاش مننا. الله يكرمكم، الله يكرمكم. ما تخلوش الراجل يخاف يدافع عن عرضه وشرفه، وما تخلوش الست تتعرض لمهانه وتخاف تتكلم عشان ما تفقدش رجاله عيلتها. الله يخليكم، دي اللي باقيه.